كتير من الناس اللي متابعاني لاقياني بتكلم كتير عن الجبنه نبات الدهن او الجبنه المعلبه، وبيسالوني اشمعنى دي اللي انت بتتكلم فيها، اشمعنى دي اللي انت مهتم بيها قوي. بصوا، انا هلخص لكم الموضوع في الريلزايه دي اللي هي مدتها لا تتعدى الدقيقه. الجبنه نبات الدهن هي عباره عن جبنه منزوع منها الدهن الحيواني الطبيعي اللي خلقه ربنا، وحاطين مكانه دهن نباتي اللي هو زيت النخيل، وده اردى انواع الدهون. ليه اردى انواع الدهون؟ لانه ببساطه هو بيحتوي على نسبة عالية جدا من الدهون المشبعة، والدهون المشبعة دي من أخطر أنواع الدهون على القلب والشرايين، وبتسبب أمراض كتيرة. يعني ده اعتقد ان هو السبب الطبيعي والمنطقي انك تلاقي شاب عنده 30 سنه لسه ما دخلش دنيا وراح يعمل عمليه قلب مفتوح او راح يركب دعامات بسبب الجبنه دي. طيب اشمعنى انا بختص بالذكر الجبنه دي بالذات او بتكلم عن الجبنه دي بالذات؟ اقول لك انا ليه. لان تقريبا الجبنه دي اغلب اكلتنا كمصريين بتسد الجوع وبتشبع، فاي حد جعان بينزل يشتري علبه جبنه. طيب الجبن المتاحه اللي في السوق اللي هي الجبنه الطبيعيه اللي من اللبن الطبيعي 100% ما بقتش متاحه او بقت غاليه، فالناس بتستسهل بتنزل تشتري الجبن المعلبه اللي هي نبات الدهن. دلوقتي كل الجبن المعلبه او اغلب الجبن المعلبه بقت نباتي الدهن. طيب ازاي نختار الجبنه السليمه او الجبنه الصحيه من الجبنه الضاره؟ هقولها لكم في الرزايه الجايه عشان ما اطولش عليكم في دي.